حبيبي، عامل ايه النهارده؟ يا الحوارات تاي عايزة ايه مني يا ست انتي؟ النهارده يوم ايه؟ عرفت النهارده يوم الجمعة. جمعة ايه يا ابني انت؟ انا بقولك هو النهارده ماشي يوم الجمعة، ايه بقى نوع اليوم ده؟ يعني فاضل اسبوعين على الارض. لا، النهارده هو عيد الحب يا حبيبي. عيد الحب ايه وزفت ايه يا ست انتي؟ تعرف ان عيد الحب ده حرام واحنا مسلمين. عيد الحب ده للكفرة. انت عايزة مني ايه دلوقتي؟ انا عايزة مني هدية عيد الحب. وانا بقولك مفيش هدايا يا حبش، انا عايزة اتطلق. تطلعي ايه بطاطي يا امورة انتي؟ انا استفقت منك ومن افعالك، انت مجبتليش اي حاجة من ساعة ما اتجوزنا. يعني انت عايزة ايه مني دلوقتي؟ انا عايزة ان انا اطلقك دلوقتي وانا هموتك. speak English. If you give me presents for Valentine, that's good. If you don't give me the presents for Valentine, that's enough. يا بطاطا افهميني بس، بقولك عيد الفالنتين زفت ده الحرام. يعني انت عايزة ايه دلوقتي؟ انا قلتلك شغلات مهمة وانت كده تقوليلي عيد فالنتين وزفت. كان قدامي واحد مهندس وواحد دكتور وواحد طيار، كان المفروض ان انا اختار منهم، وانا في الاخر اخترتك، ودي كانت علامة من ربنا ان هو كده. كان المفروض انا غلطانة اصلا ان انا جوزتك. ظلمتيني يا زوجتي بطاطا. وفي الاخر اخترت واحدة هو اصلا مجمع ثانوية عامة 5%، واخته جاب نص في المية، ده ايه ده كمان بقى ان شاء الله. على الاقل بكأكلك وشربك، وعلى الاقل مرتبك كويس. مرتبك يا وظيفة ايه؟ ده بيجيلي 1500 جنيه. لا بس على الاقل يكفونا. يعني اعمل لك ايه يعني؟ ده انت بتديش ولا جنيه، ولما ابنك يطلع هتعمل له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ما عنديش فلوس؟ يا واد يا بخيل، انا كنت اتجوزت واحد بخيل كان قدامي 3 جرام، في الاخر جوزتك. متظلمنيش بقى يا ست يا بطاطا قدام المتابعين عشان خاطر ما تضربكيش. ده اضربني يا حبيبي، ده انا اللي هضربك واعمل لك ورقة طلاق كمان عند المحكمة واعمل عليك قضية. قضية مين يا ست انتي؟ الكلام ده مش هيحصل. انت عمرك ما فسحتني ولا شربتني من عند المكان، ودلوقتي عايز بتقول كده؟ انت ما جبتليش حتى خاتم من 100 جنيه، وانت عايز مني ايه يا ابني؟ على الاقل بجيب طلباتي المكلفة. مكلفة ايه ده؟ انت دايما بتديني فلوس البامية وانا بروح اجيب لك بامية ولا مالك، وانت ما بتعرفش بيا ولا بتعمل لي حاجة. وعليك يا ست انتي متعصبنيش منك. ماشي، انا سجلت كل حاجة، انا اروح بقى ادير القاضي. ازاي يا ست مفترية انتي؟ أهلا بيك محكمة مصر، ممكن أساعدك في إيه؟ انا عايزة ارفع ورقة طلاق على جوزي. طيب هو جوزك اسمه إيه؟ اسكتي بس متقوليش. عارف السيد حمادة. الله يخرب بيتك. طيب أنت اسمك إيه؟ عشان نعرف ورقة الطلاق بتاعت مين؟ بطاطا عبد الله السيد. ماشي، يبقى الورقة مكتوب فيها تم طلاق بطاطا عبد الله السيد لجوزها حبش السيد حمادة. وممكن أعرف إيه سبب طلاقك ليه؟ علشان خاطر الورقة تكمل. عشان بيعاملني وحش وعمره ما جاب لي حاجة مفيدة، ودايما بيجيب لي مرتب قليل وما بيدينيش ولا جنيه. أيوة تمام كده الورقة اكتملت. تم طلاقك أنت وجوزك. ده اوحش يوم في حياتي. الله يخرب بيتك يا بطاطا، ويخرب بيت قريتك وتقع في راسك. بقولك ايه يا ابونا انت، اسكت يلا. اسكت ايه؟ ده انا هموت ضرب. ده ابويا ما مش هيسامحني. ما انت تستاهل، ده انت كنت بتعمله فيا. بقولك ايه، انا عايزة اعمل قضية لحبش السيد حمادة. ده ابن خلاص حبش السيد حمادة اللي خلاص زوجته. احنا الصحافة ينفع نعرف يا بطاطا عبد الله ليه طلقتي جوزك؟ الله يخرب بيتك يا تحصينة. عشان هو بيعاملني وحش جدا وما بيدينيش فلوس. شكرا جدا عليك أريكا، وانت كده فتشتي كل المتابعين، فكل المتابعين يلعنوا بالعرش. انا يا جماعة تحيا بطاطا.
ماشي يا بطاطا لما تجيلي. ماشي، أنا كده عملت القضية، قضية طلاق زوجة للزوج. يلا على المحكمة. حكمت بطاطا على طلاق حبش. ينفع بطاطا تقولي ليه طلقتيه؟ عشان بيعملني وحش جدا. ايه رأيك في الكلام ده يا حبش؟ لا 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 مش هحضر القاضي. هل الكلام ده صح يا بطاطا؟ ايوه حتى سجلت كل حاجه، حتى بص. يا نهار اسود دي طلع مصممة. فده حقيقي، وحبش بيخون جوزها. حكمت المحكمة على فوز بطاطا بالقضية، وخسارة خسارة القضية لحبش. وحبش هيخش السجن لمدة 5 أيام عشان يتعلم أدبه. خليها شهر يا حضرة القاضي. ماشي، شهر حلوين برضو بالنسبة لمصر. ماشي، حبش كده هيتسجن في السجن لمدة شهر.